في كتب لما تمسكها تحس إنها مش بس مكتوبة علشان تشرح لك حاجة، مكتوبة علشان تفتح بيبان كانت قافلة من سنين. تحس إنه في صوت جوه الصفحات بيناديك، مش بيعلمك بس، ده بيفكرك أنت مين، تستحق إيه، وإزاي ما تضيعش نفسك في دوشة العلاقات. والكتاب اللي معانا النهاردة بالذات من النوع ده، Why Man Loves اللي كتبته الكاتبة الأمريكية تشاري أرغوف، ونشر لأول مرة سنة 2002. بس لحد النهاردة لسه بيتقرأ ولسه الناس بتتكلم عنه، لأنه مش بيقدم وصفة سحرية للعلاقات، هو بيقدم مراية للناس اللي نسيت تحب نفسها وسط حبها لناس تانية. الكتاب اسمه ممكن يكون صادم شوية، بس مهم نوضح من البداية إن البنت اللي بتتكلم عنها الكاتبة في الكتاب بتاعنا مش معناها الست اللي مش محترمة، ولا اللي بتتعامل بوقاحة وندية وهجومية. العكس تماما، هي هنا رمز لست قوية عارفة قيمتها، مش بترضى تضحي بكرامتها ولا بهويتها علشان تكسب رضا حد. صحيح إن الكتاب موجه في الأساس للستات، وخصوصا اللي قادرة على التحدي وعلى المواجهة، بس أنا شايفة وده اللي خلاني أقدمه لكم النهاردة، إن الرسائل اللي فيه بتهم أي إنسان بيعيش علاقة، وأي نوع علاقة، راجل أو ست، صديق أو حبيب، زوج أو زوجة، أخ أو أخت، إن شاء الله ست الحبايب. لأن الكرامة والحدود وحب الذات مش مفاهيم أنثوية ولا ذكورية، دي مفاهيم إنسانية. تعالوا نغوص سوا في صفحات الكتاب ده، نقف عند كل فكرة نعيشها ونحس بيها، يمكن نخرج منها بحاجة تغير نظرتنا عامة. الفصل الأول، مين هي البيتش؟ أول حاجة بتبدأ بيها الكاتبة هي تعريف الكلمة اللي خلت الكل يقف عند عنوان الكتاب. وزي ما قلنا قبل كده، الكلمة هنا مش معناها واحدة من